اخيرا يا جماعة انا سعيد جدا جدا. الفايف جي دخل على مصر اخيرا، ودلوقتي بدل ما كنت بتجدد الباقة مرتين في الشهر هتجددها 5 مرات بمناسبة دخول الفايف جي. وي، غير اي حد. لا بجد ايه الهبل ده؟ انا مش عارف ايه لازمة الفايف جي في مصر بصراحة، والبنية التحتية اصلا محدودة، واعلى باقة اخرها 1000 جيجا. يعني لو وصل عليها تحديث جاتا اللي هو 70 جيجا الباقة خلاص تعيش انت. ولغاية دلوقتي التطبيقات اليومية زي التصفح والفيديوهات شغال على الفور جي. يعني ايه لازمة الفايف جي؟ انا مش فاهم يعني. وتروح تشتري راوتر 5 جي تلاقيه ب5000 جنيه، سعر كلية. ده غير استخدامه على تليفونك الكحيان بيخلي استهلاك البطارية يعني عربية. بيقولك ان ممكن شركات المحمول تضطر تفرض اشتراكات اعلى لتعويض تكاليف البنية التحتية ويحطوا في جيبهم اكتر. دول الخليج عندها تغطية 75% ل 95%، ودخلت الفايف جي من زمان. يعني واحنا بنفكر نخش 5 جي هي كانت داخله ومخلصه يا دي النيلة قروا بقى على العالم. رغم كده دول الخليج عندها نت غير محدود وسرعات خياليه واسعار عامله زي التفه كده، حاجه بسيطه يعني. تيجي بقى لمصر بقى نت معفي ودعم زي الزفت، واقفل الراوتر وافتح امه تاني. اتخنقت من الجمله دي. اقفل الراوتر وافتحه تاني. تصدق ان انت وسرعات بالكيلو بايت، اسعار النت زي التفه زي التفه يعني، بس تفه ببلغم بقى. ما تفهمش الفلوس اللي بتدفع لشركه الاتصالات دي بتروح فين، ولا في بنية تحتيه بتتطور، ولا في اي حاجه. بصراحة لو هتسألني على رأيي في الموضوع، المشكلة في شركة الاتصالات ذات نفسها لأنها ملهاش منافس. هتسألني ازاي أما الأورنج واتصالات وفودافون دول بيعملوا ايه؟ هقولك البنية التحتية ذات نفسها، الشبكات والعدة كلها تبع وي، وحوار فودافون واتصالات والكلام ده كلها شركات دعائية. يعني هما كلهم وي، بس فرق ايه؟ فرق الاسم بس. مش دي المشكلة. المشكلة لما شركة معينة تلاقيها مسيطرة على السوق، هتلاقيها بقى واخدة راحتها بقى في السعر ومكبرة دماغها، ولا زباين بلا زباين بلا زفت، ما هو بيدفعوا ومش فارقة معاها بقى، ما هي مسيطرة على السوق. انما بقى لو يدخل منافس هنا بقى اللعبة هتتغير، لان هيبقى في منافسة بجد. هتبقى في شركة مثلا تبقى سابقة في دي من ناحية مثلا السعر، فالزبون يروح للشركة دي، فالشركة التانية تخاف انا بخسر فتقوم بقى مقللة السعر هي اخرى، ويبقى منافسة شرسة. انا مش عارف بصراحة. يعني انا شايف بصراحة ان احنا نعمل عريضة وكل واحد يدفع من جيبه 100 جنيه وننشئه منافس. يعني مثلا احنا 100 مليون، لو كل واحد دفع من جيبه 100 جنيه هيبقى رقم كبير يعني، بس انا حمار في الرياضة فمش عارف اجيبه، بس رقم هيبقى شرس يعني. هنفتحوا شركة جنبها نسموها تي ولا حاجة، منافسة وي. بس طبعا انا بتكلم على الكلام التافه ده، احنا في مصر مش في امريكا، فمفيش العرايز ولا زفت، وهتفضل هي ال 140 جيجا المعفنة اللي بتخلص في يومين. انا كده خلاص خلصت كلامي والباقة خلاص خلصت، فالسلام عليكم قبل ما النت يخلص.